السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد منير، خراط فني معتمد، رقم العضوية 70. النهارده هنتكلم عن حاجة يعني تساؤلات كترت فيها في النادي، وهي الفرق بين شفط السكينة والشفط العادي. ايه هو الفرق؟ ايه هو شفط السكينة وايه الشفط العادي؟ هنشرح ازاي نميز او نفرق بين الاثنين، حتى اللي بيجي يشتري ازاي يعرف المكنه دي كانت سكينه او كانت شفط عادي. معانا دلوقتي الموتورين دوت، موتور منهم شفط سكينه وموتور منهم شفط عادي. الشفط العادي الشفط اللي احنا كلنا عارفينه هو بيبقى بالشكل دوت، ده شفط عادي. لو الشفط الداخلي بتاعنا المعروف عند الناس كلها، يمكن ده من النوعيه اللي الناس كلها تعرفها، اللي هو او اللي احنا بنتعامل معاه كلنا، ده الشفط العادي. اهو بيبقى الشكل بتاعه بيبقى كده، هنا الجسم ده مقفول هنا، والكربيراتير بيركب هنا عادي. ده اسمه الشفط العادي، اللي هو الحاجه الشائعه او الحاجه المعروفه بتاعتنا. هنيجي بقى للكارتيره اللي هي شفط السكينه. ده شفط السكينه اهو، ده الشكل ده كده اهو. مفيش بقى شفط بقى بتاعنا اللي هو الشائع بتاعنا، الشفط الداخلي، لا، ده شفط السكينه. بيبقى هنا الجزء ده بيبقى مفتوح اهو، ودي القطعه اللي هي بتركب اللي بتحل محل الشفط، او دي يعتبر الشفط، دي اسمها السكينه. عشان كده اطلقنا عليها شفط سكينه. ده السكينه اهي. ودي بتتغير بحالها يا استاذ احمد ولا دي ده يعني مثلا دلوقتي مثلا الشفط بتاعنا الداخلي بتاعنا باظ، اللي هو بتاعنا احنا الشفط العادي بتاعنا، لما بتيجي تعمل شفط بتحل الموتور كله، والموتور بيروح عند الخراط عشان تعمل شفط. لكن انت افرض دلوقتي المكنه السكينه دي جابت بقى شفط، ايه حلها؟ دي القطعه دي من غير ما نحل الموتور، من غير اي حاجه. الموتور زي ما هو متقفل كده، ما عليك ان انت بتحل الكربيراتير وبتحل السكينه دي وتستبدلها بقطعه جديده. القطعه دي لما انت بتغيرها، قربها كده مصطفى على اذنك، دي قطعه السكينه اهي. الجزء دوت لما بيتغير كانك انت عملت للمكنه شفط بالظبط. مش محتاج تحل الموتور ولا تغير خالص خالص. الموتور زي ما هو متقفل كده في المكنه، بتحل الكربيراتير كانك بتنضف كربيراتير، بتحل الكربيراتير، بتخلع الجزء ده وتغيره وتركب الجزء الجديد، انت كده كانك عملت شفط للمكنه. يبقى دي كده ميزه برضه في السكينه. هو ميزه، وفي نفس الوقت عايز اقول لحضرتك يعني ان هو عيب. ليه بقى؟ خامه الموتور السكينه غير الموتور البيستم. ليه؟ الخامه دي اقل، او العزم بتاعه، المعدن نفسه اقل. العزم بتاع المكنه السكينه عالي شديد، غير الموتور البيستم العادي، الشفط اللي هو العادي. هنا دايما الموتور السكينه دي دايما او في الغالب بتكسر من عند مكان اكس الشجره، يعني الجزء ده دايما بيتكسر والجزء ده دايما بيتكسر. حتى الموتور ده، هو الموتور ده كده، الموتور ده مكسور، الموتور ده مكسور قبل كده اهو، ملحوم. لو جيت كده صورت بص هتلاقي، بص الموتور ده كان مكسور قبل كده وملحوم، ودايما مكان البله هنا بيبوش على طول. ده في كل مواتير السكينه. هو مواتير السكينه في الغالب بتبقى كده، لكن هي كمواتير هي مواتير يعني كويسه بس للي بيحافظ عليها. لكن انت دلوقتي مثلا جاي تشتري مكنه وما تعرفش ان هي سكينه، عشان تقدر تميز بين ده ومن ده، زي ما احنا قلنا كده، هتخلع الكربيراتير. لو لقيت الجسم بالشكل ده كده، يبقى ده الشفط العادي بتاعنا، الشفط الداخلي العادي. لو انت حضرتك حليت الكربيراتير ولقيت الشكل ده كده، يبقى دي السكينه، الشكل ده كده اهو، يبقى ده كده دي مكنه سكينه. عشان ناس كتير بتسال يقول لك يا اسطى ايه الفرق بين الشفط العادي وشفط السكينه؟ ده الشفط العادي اهو زي ما احنا قلنا، وده شفط السكينه. اما تيجي تشتري مكنه او تكشف على مكنه وعايز تعرف، ده الفرق اهو. فرق يعني حاجه معروفه ومميزه. هتخلع الكربيراتير، يا اما تلاقي الشفط العادي، يا اما تلاقي الشفط السكينه. لكن جسم الموتور كله واحد. لكن الموتور كله واحد، مفيش اختلاف خالص غير في غرفه الحريق بس، او في الجزء ده. نفس مكان السلكتوره ونفس مكان كل حاجه المساعد زي وكل حاجه. الكارتيره البرانيه على فكره بتختلف برضك، لان ليها قاعده هنا عشان تقفل معاها السكينه. هي مش متوفره معانا دلوقتي، لكن متوفره كنت انا جبتها ووريتها لكم برضك. لكن هي نفس الكلام، هتلاقي برضك الجسم هنا مشطوف او مفتوح عشان خاطر القعده تركب عليها. فاللي بيجي يشتري مكنه يقول لك يا اسطى ايه الفرق بين الشفط العادي وشفط السكينه؟ ادي الفرق اهو بس. ودي حاجه يعني ايه احنا بنعملها عشان نعرف الناس
لان التساؤلات كترت جدا واحنا وضحنا لكم ازاي الفرق بين الشفط العادي والشفط السكينه. شكرا.